لو عايزين نطور في الوعي البشري فعلا، فاهم حاجه عندنا ان احنا ننشر معرفتنا حتى لو متاكدين منها بنسبه 25%، 40%. مش شرط تكون وصلنا لليقين المطلق علشان ننشر افكارنا، لان الفكره الناقصه او الفكره الغلط منشوره افضل بكتير من الفكره الصحيحه العبقريه وهي محطوطه عندك في الدرج. النشر مش شهاده على صحه معلوماتك، بل هي شجاعه فكريه، شجاعه فكريه بتعرض فيها وجهه نظر مهما كان انتقدت بشكل ساخر، ولكن لو ليها اساس علمي او لو ليها انماط معينه وليها منهج علمي انت مشيت عليه، مهما كانت توجهات الناس السياسيه والايديولوجيه خلتها انها ترفض الفكره من الاساس، ده ما يمنعش انها مش علشان الكنيسه حركه جاليليو، ده ما يمنعش ان فعلا الارض مش مركز الكون. لان المنطق العلمي برضه لما نيجي نفكر فيه هو مش مهتم بيك انت كشخص، بل مهتم بما تركته من اثر او بما انتجته في تطور البشر او تطور الوعي البشري واستخداماته برضه. لان لو كان فيزياء نيوتن مجرد كتابات او فلسفات فارغه من غير منطق التفاضل والتكامل اللي هو عامله عشان يصيغ فيه فلسفته، من غير لغه حقيقيه للكون اللي هي الرياضه، ومن غير التطبيقات بتاعته اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، ما كانش نيوتن له لازمه. يعني كان عباره عن فيلسوف، لان كل فكره او فرضيه عباره عن فلسفه، لو الفلسفه دي دخلت عليها الانماط والمنطق الرياضي اتحولت من فلسفه العلم. والفلسفه اصلا في اساسها هي بحث عن السؤال، يبقى السؤال الصحيح هو اللي هينتج منك فيلسوف. والفيلسوف اذا استخدمت اللغه المناسبه للكون وهي لغه الرياضيات والبرمجه وكل هذه اللغات لاثبات فلسفتك او وجهه نظرك تجاه الحياه، هتتحول الوجهه نظر او الفرضيه دي من فرضيه لحاجه ليها نتائج وتجارب ملموسه، الى حاجه ليها استنتاجات، الى حاجه ليها منطق رياضي وبرهاني نقدر نثبته، فخلاص اتحولت لعلم. فالهدف مش انك تخاف انك تنشر، لا، انشر المعرفه حتى لو كانت نص، واخد ملاحظاتك، اسمح للعالم ان هو يجردها ويشيل منها قدسيتها اللي محطوطه في دماغك. لو كانت فكرتك حاسس انها عظيمه جدا ولا حاجه، فانت اول ما تنشرها او تصيغها في صيغه كتابيه او صيغه كلاميه، فانت بتجردها من قدسيتها اللي موجوده في دماغك، تحسس انها فكره عظيمه وبتاع، هتخلي العالم ينتقدها، يكسرها، يخليها ضعيفه وهشه، والحاجات دي هي اللي بتخلق المنطق العلمي فعلا. فاهم فكره عايز اوصلها ان احنا نبعد النرجسيه البشريه في ان احنا نكون صمام تطور الوعي البشري في العموم، لان ده الهدف الاسمى، ان البشر يكونوا افضل، مش انك تكون صح. لان اصلا مفيش حقيقه مطلقه، مفيش صح مطلق. فلو انت انتظرت انك تكون الانسان الصح في كل شيء بتقوله، فانت هتكون اكبر شخص بيقول حاجات غلط في حياته. لكن لو انت كان هدفك الاسمى انك تنشر المعرفه حتى لو كانت بسيطه، فده هيساعد البشريه. وساعتها بقى نوبل ويعني الجوائز والهدايا والشهادات والمنح والحاجات اللي انت عايز تحصل عليها دي هتكون اشياء جانبيه، هتكون حاجات جانبيه تحصل عليها، لانك توصلت لحاجات اسمى بكتير. لما يكون مش هدفك انك تحصل على شهادات معينه او تحصل على تكريمات او جوائز معينه، وهدفك انك توصل لاجابه فعلا لسؤال شاغل تفكيرك، شبه العلماء، شبه العباقره، كل الحاجات دي هتجيلك. كل التماثيل، نيوتن ما كانش يعرف ان في تمثال هيتعمل له ولا في يعني مناهج هتدرس